الحقيقة المشاركة اللي عندي مختصرة، وهي من باب الشكر والعرفان للشيخ توفيق السويهري على مواقفه المشرفة مع القبيلة، قبيلة هذيل بصفة عامة وقبيلة القرح بصفة خاصة، سابق ولاحق. والحقيقة لا قصيدة ولا قصيدتين ولا قصائد يعني تعبر عن اللي في الخاطر، ويشهد الله ان اللي في الخاطر ابلغ من الكلام اللي تسمعونه. يقول لحفل الكريمة اللي بقصر شموخ اجي وادي شرف بعد ما نابني الداعي، وانا اقول ما لي عذر له ورا صلبوخ نصوت على وصله دروبي بالاجماع، وانا اقول ما لي عذر له ورا صلبوخ تصوت على وصله دروبي بالاجماع. هذا والله الوافي، هذا والله المطنوخ، حجام السعد يوم المواقف لها داعي. ابن جبر يلي من عرب يلبسون الجوه، كريم المحيا مسندي جزل الاسناعي. هذا والله الوافي، هذا والله المطنوخ، حجام السعد يوم المواقف لها راعي. ابن جبر يلي من عرب يلبسون الجوه، كريم المحيا مسندي جزل الاسناعي. زبون المواقف سمح لليا سليل الشيوخ، ولا فيه لازم من كتب فيه فزاعي. غيرا على ربعه ما هو محتوى منسوخ، من البخيل جمع انصافه ورباعي. رصيده مع الوافين ما هو مجرد كوف، بنى المعلم اللي كله الهامه وابداعي. ما هو بالذي وجهه البعيد من المرجله ممسوخ، ومهما تسوي فيه من طيبك ضاع يا توفيق. والاسمى بعضها كما الصاروخ يحلق بروحانيه المسلمه الواعي. وحنا عرب لو نعرف الني والمطبوخ، يجي مع مرور الوقت من يخدع الراعي. يقول المثل من هو يباعد خطاها يدوخ، ولا بد من يوم تزينبها الأوضاعي. وشوفك مثال المجتهد والنباش مروخ، ولا يوم عدى غير عدك فكر واعي. وبارك لنجلك والتخصص غداة بذوخ، ومن ينتصر للحق يوصف بالاوزاعي. يا حازم تحزم للمعالي لفوق صروخ، مهنين بالتحصيل والكل لك داعي. سلامتك.